4 تصرفات بتعملها بتبين إنك ضعيف الشخصية حتى لو أنت مش كده، وبتخلّي الناس تستغلك. مبدئيًا عايزك تعرف إنك في عالم أو بيئة بتخلّي القوي يضحك على الضعيف أو يستغله، فركّز في الفيديو ده علشان تبان قوي الشخصية وما حدش يقدر يستغلك. أولًا، بطّل تتجنب تبُص في عين الشخص اللي بتكلمه، دي أول حاجة بتعملها بتبين عدم ثقتك في نفسك وضعف شخصيتك. مبدئيًا اعرف إنك لو ما حسيتش بثقة في نفسك من جواك وإنك قد أو في مستوى الشخص اللي بتكلمه ده، أنت كده فاشل وعمرك ما هتتقدم في حياتك، فحُط عينك في عينه، اتكلم وكأنك مالك للعالم، ده هيديك ثقة وكاريزما وقوة هتتنقل للشخص اللي قدامك. بتتكسف؟ فيك عيوب في وشك خايف حد يشوفها؟ شايف نفسك قليل؟ كل دي أوهام في دماغك، اعرف إن ما فيش حد ما عندوش عيوب. رقم 2، التردد في إنك تاخد قرار. صحاب برج الجوزاء والحوت دول، خليك حازم وعارف أنت عايز إيه وخد القرار. عايز أقول لك إن في بيوت بتقع بسبب التردد. شريكك لو ما شافش إنك عارف أنت عايز إيه هتقل في نظره. صحابك لو شافوك متردد هيستهيفوك. اوعى تتردد، ولو متردد في موضوع قول أنا هدرس الموضوع أو هفكر فيه وهرد عليك، وردك يكون أخير ما تغيروش وحازم. رقم 3، إنك تتكلم بصوت واطي. طبعا مش محتاج أتكلم في النقطة دي، صوتك الواطي دليل على إنك مش واثق ومهزوز. علي صوتك وخليه واضح. رقم 4 والأخيرة، الابتسامة الأوفر. ما تبتسمش للشخص اللي بتكلمه ابتسامة تبان أوفر وكبيرة وعلى غير مستوى الحدث، ده هيبينك مكسوف ومش قد اللي بتكلمه أو في مستواه.